يا صباح الورد على عيونكم حبايبي حلوين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل بقى افطار النهارده، حاجه خفيفه كده وسهله وفي السريع. نسمي الله ونبتدي مع بعض. قبل ما تبتدي الفيديو هتقولي ايه؟ سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم والله اكبر. هتعملي ايه يا ميرو النهارده؟ هنعمل بانيه. طيب صلوا على النبي. اولا انا البانيه ده عندي منقوع في ميه بصل، كنا عاملين امبارح كفته وخدنا ميه البصل بتاعتها وليمون. ما حطيتش اي حاجه تاني غير ميه بصل وليمون. تمام. هتعملي ايه؟ هنعمل كالتالي. هنزل هنا بكل بهاراتي، كل البهارات دي هاخد نص الكميه كلها، والملح. خدوا بالكم ان انا بملح البانيه وبملح الكفر كمان بتاعها. تمام كده يا ميرو؟ تمام. ده بنقول جوه البوله مش بره البوله. هنزل هنا بشويه ميه عشان ادوب الكلام ده، حبه صغيرين مش كتار. عندك شرش لبن حطي، عندك زبادي عايزه تحطي حطي. البانيه اللي انا حاطاه في الجنب ده فيه برضه شرش لبن. طب شرش اللبن بيعمل ايه يا ميرو؟ بيديكي طراوه على فكره لقطعه اللحم. ما حطيتش خل، انا حطيت ليمون، لان البانيه لما بتحط له خل بيتهرى ما بيستويش كويس. هنزل كمان بالدقيق زي ما احنا متعودين. حطيتي بيض؟ انتوا عارفين ان انا مش بحط بيض خالص خالص على البانيه. بنقلب ده وبنديله قوام. الحمد لله كانت سليمه. بحط الدقيق، الموبايل وقع في قلب الخلط بقى. خلاص مسحته. لا ما جاتش جوه، في عليه. جوه السماعه شفتيه؟ خلاص هشتغل زي ما انتوا شايفين اهو. زي ما انتوا شايفين اهو، القوام ده كويس جدا جدا، مش عايزه اكتر من كده. البانيه كده كده عليه ليمون وعليه ميه بصل، فانا مش هحتاج فيه حاجه تانية خالص خالص خالص. نسمي الله. بسم الله. هننزل بالبانيه زي ما انتوا شايفين كده. شايفين قطعه جميله وتخينه، مش قليل، مش رقيقه. وعاملين كمان الصوابع الستريبس، عاملينها صوابع كده. هنحمر ده وده. دي بتنقعها هنا كده يا ميرو، ديت بتخلي الكفر يمسك معاكي، بتبقى حاجه كده ايه، لوز اللوز اللوز اللوز. هنزل بالبانيه ده كله زي ما انتوا شايفين اهو، واسيبهم منقوعين في دي قبل ما نجهز بقيه ايه الخلطات بتاعتنا. هنسيب دي بقى نقع شويه لحد ما نعمل الكفر بتاع البانيه. نفس اللي حطيناهم بالتوابل هنحطهم تاني. كل التوابل الباقيه دي كلها هحطها. هنزل بقى كده وهقلب ده كله وهسيبها بقى على جنب. يبقى كده احنا عملنا الكفر بتاع البانيه وعملنا تتبيله البانيه. انسي انك تحطي فيه بيض، او عايزه تحطي زبادي براحتك، بس انا عامه مش بعمله دايما بزبادي، نادرا 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 يعني لو عملته بزبادي. بحط فيه شرش يعني بدل الميه بيبقى عندي شرش الجبن، شرش اللبن، بقوم حاطه فيه، بيديكي طراوه اكتر يعني. الكفر ده استحاله والله عن تجربه يا بنات، انا على طول عامله البانيه ده كام مره كتير لان عاملاه على القناه كتير. استحاله ان الكفر ده يقع او يفك، حتى لو البانيه سقع، حتى لو البانيه بات معاكي او قعد معاكي لتاني يوم، الكفر ده بيبقى ماسك عليه. فانا هسيبه بقى لحد ما نخلص نشوف هنعمل ايه تاني ونرجع نعمله مع بعض. زي ما انتم شايفين يا بنات، خلاص كده انا يا دوبك على التحمير. شوفوا ده الدقيق اللي احنا بهرناه، وده البانيه اللي احنا تبلناه مع بعض. سبته قرب ما يجي ميعاد التحمير عشان يكون شرب من التتبيله دي كويس جدا. زي ما انتم شايفين اهو. هحاول ان انا شايفين حاجه كده ايه، تجزئه عامله ازاي على الزيت على طول بقى.
نحط النار على الزيت على النار ونحمره ونشوف هيبقى عامل ازاي. عملنا الاول البطاطس يا جماعه عشان الزيت يبقى نزل زي ما هو. وبعد كده زي ما انتم شايفين البانيه كده كهرمان. يا لوزاتك يا ميرو، يا لوزاتك يا لوزاتك. بس كده حاجه ايه بتتكلم عن نفسها، انها تتحدث عن نفسها. ولا الكفر وقع ولا الكفر ساب البانيه ولا البفتيك ولا اي حاجه. اي حاجه هتعملوها بانيه بفتيك سمك فيليه اي حاجه من دي جربوا الوصفه دي هتدعوا لي. من اجمل الوصفات اللي انا معتمده عليها بقالي سنين والله. نخلص تحمير ونرجع نشوف هنعمل ايه. قبل ما تروح في اي حته هتقولي ايه؟ برافو عليكي. بقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. الله اكبر. حبايبي حلوين، ده كان شكل ايه فطرنا النهارده. شويه مكرونه سلقتهم وكان عندي الطماطم مسبكه. ده شيبسي عملته، عايزه اقول لكم كميه الشيبسي دي بطاطستين زغنطتين والله العظيم، بطاطسيه قد كده. شوفوا حاجه كده ايه دلع 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 سمين قرمشه والله. حاجه كده ايه عسل 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 عسل. تعالوا اوريكم كمان الفراخ بسم الله. ولا تقولي لي بقى ايه من بره. شايفين البياض؟ شايفين حلاوه؟ شايفين؟ يعني مش عايزه ابوظ منظر الاكل عشان يبقى شكله حلو للعيال. ده كان وديت الجناحه دايما ببقى اقسى عليها شويه عشان خاطر احمرها سيكه عن البانيه، علشان خاطر ما يلقاش فيها دم او كده. الكتف والجناح والحاجات دي. يا رب اكون فدتكم باي معلومه. ده التمر اللي احنا عملناه مع بعض. خدوا بالكم ان انا لسه ما نزلتش الفيديو بتاع العصاير، فان شاء الله هنزله على طول بعد الفطار ان شاء الله. اللي يوصل لحد هنا ما ينساش يعمل ايه. برافو شاطره. يقول البقيات الصالحات لعلها تكون المنجيه لنا يوم القيامه. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم والله اكبر. ويعمل ايه؟ يعمل لايك، فعل الجرس، سبسكرايب للقناه. اشوفكم فيديو جديد مع امير. باي باي.